لو هتفضل تفكر ان الارتفيشال انتليجنت او الاي اي او تشات جي بي تي هو موجود عشان بس ياخد شغلك وعشان الناس تبدا انها ما تعينش وتبدا ان انت تنحصر في فكره لا ده ممكن يعمل اي حاجه، تبقى انت بتعمل اكبر غلطه في حياتك، لانك بكل بساطه انت ممكن تستغل الكلام ده وتبدا تعمل البيزنس بتاعك. الفيديو ده انا هتكلم بالذات للناس اللي بتعمل بيزنس الدروب شيبينج او بتعمل كرييشن لبراند اونلاين، ازاي تستخدم تشات جي بي تي وتقدر انها تطلع منه بيزنس بدل ما تحاول انها تعين ناس وبدل ما تحاول انها تصرف على حاجات مش محتاج ان هو يتصرف عليها من ناحيه الفلوس، ومن الناحيه الثانيه انك ما تضيعش الوقت وتقعد بالاسابيع بتفكر في حاجه زي كده. شات جي بي تي هو عباره عن لانجويج موديل كبير جدا ومفيش حد ما سمعش عنه، بس للاسف مش كل الناس بتستخدمه، زائد ان اللي بيستخدموه مش بيستخدموه صح. بمعنى ايه؟ اللانجويج موديل دي هي بتعمل حاجه مهمه جدا جدا، لازم تبقى مركز كويس قوي وانا بقولها لك. بتعمل حاجه اسمها باترن ريكوجنيشن وباترن ريبرودكشن. يعني ايه الكلام ده؟ اللانجويج موديل او تشات جي بي تي هو بيشوف ايه هو الباترن اللي الناس بتساله، والرد اللي بيرده تشات جي بي تي لو بيشوف ان هو ده الحاجه اللي الناس بتبقى محتاجاه فما فيش سؤال بعديه بيتسال، بيفهم ان دي اكتر اجابه صح انا المفروض ارد عليها عند البني ادمين دول. الفكره في ايه؟ انك لازم دايما تكسر الباترن ده، وانك تكسره انت مش محتاج تكون يعني عبقري او فذ، لا، تسال السؤال الصح اللي هو يبقى اسمه ايه؟ اسمه برومبت، بي ار او ام بي تي. برومبت هي طريقه الكلام وطريقه الحوار مع الارتفيشال انتليجنت، والموضوع بسيط جدا. يعني ايه؟ النهارده لو انا عايز اعرف ايه هو النيش اللي انا محتاج ان انا اخش وابدا ان انا اشتغل فيه في الدروب شيبينج، لو انا ببدا البيزنس بتاعي واخدت الكورس وبدات ان انا عايز ابدا ان انا اشتغل وعايز اعرف اشتغل في ايه، ومن اكتر الحاجات اللي بتبقى صعبه جدا عند الناس انها تختار البرودكت او تختار النيش اللي عايزه تركز عليه. فاحنا ممكن لو جينا على اللابتوب هوريكم بسرعه قوي كام سؤال او ازاي ممكن تعرف من شات جي بي تي انا هعمل ده ازاي. تعال النهارده نتكلم مع شات جي بي تي ونقول له what is the best niche for drop shipping ونقول له انتر. هنا بيقول ايه؟ لما انا جيت سالته وات از ذا بيست نيش بيقول ايه؟ لازم تعمل ماركت ديماند الاول، لازم تكون فيها حاجه فيها لو كومبيتيشن وايل سام كومبيتيشن از هيلثي. الرد مش صح 100%. بروفيت مارجن لازم تبقى عاليه، انترست واكسبرتيز. بيرد ردود كلها عامه جدا وكبيره تحسسك ان انت في الاخر زهقان انك قادر تقرا الكلام ده كله. تعمل ايه بقى ساعتها؟ تقول له هنا ايه؟ I want you to act as a drop shipping expert. نقطة. هنا انت حددت له هو مين، حددت له هو الشخصية اللي المفروض ان هو يشتغل بيها. بعد كده I want you to tell me what is the best niche to start choosing products from. I want to have a profit margin of 40%. واتكيت انتر. تعال نشوف الفرق بين الرد ده والرد التاني. اول حاجه بدأ ان هو يتكلم في ايه؟ بدأ يتكلم فعلا في النيشز اللي هي فعلا بتجيب لك زياده في الربح 40%. قال لك اول حاجه ايكو فريندلي وسستينبل برودكتس. يعني انت ممكن كلمه زي دي تاخدها وتبدا تسيرش على علي اكسبريس او سي جي دروب شيبينج، حاجه زي هيلث اند ويلنس سبلمنتس، حاجه زي هوم اند فيتنس اكويبمنت، وهكذا. طلع لك ب8 حاجات مهمه جدا واب تو ديت تقدر انت تبدا تشتغل فيها. طب فلنفترض ان انت عايز تجو ديبر بقى وعايز تبدا انت تفهم اكتر انت هتشتغل في ايه، ممكن تقول له تبدا تتكلم معاه وتروح وتيجي وتعمل فولو اب عليه، لان تاني زي ما بقول لك هو باترن ريكوجنيشن. فانت دلوقتي بتكسر الباترن، كل ما بتقعد تسال في حاجات معينه كل ما بيبدا ان هو يسيرش اكتر ويفهم اكتر انت محتاج ايه لحد ما يرد الرد اللي انت عايزه. فهنقول له in number 2 what kind of product should I choose مثلا. تعال نشوف ايه الرد بتاعه ممكن يبقى عامل ازاي. فبيقول لك في النيش اللي احنا اخترناه نمبر 2 اللي هو هيلث اند ويلنس سبلمنت، بس هو هنا حول لتشات جي بي تي 4 مره واحده، انا ما حولتلهوش. شات جي بي تي هو ابطا بس المعلومات اللي فيه اكتر مليون مره. هنا قال لك ايه؟ في هيلث اند ويلنس بدا يخش لك سبيسيفيكلي بقى في الحاجات اللي احنا ممكن نعمل فيها دروب شيبينج. دي طريقه من الطرق اللي انت ممكن تستغلها. تعال ناخد بقى شات تانية خالص
ونخش على 3.5 ونقفل الكاستم انستراكشنز، وهبقى اشرحها بعدين ايه هي الكاستم انستراكشنز دي. ممكن تبدا انت تشتغل على برودكت ديسكريبشن. يعني ايه؟ النهارده بعد ما انت عملت البرودكت ديسكريبشن بتاعك او مش عارف تعمله وتكتب ايه بالظبط على المنتج نفسه، ممكن بكل بساطه انك تخش على الويب سايت الكومبيتيشن بتاعك انت. يعني ايه؟ فلنفترض ان انت هتبيع، ادي المثال الشهير بتاع بلانجت. دخلنا على بلانجت 2 وهتاخد فين البرودكت ديسكريبشن هنا. تعال ننزل تحت لحد ما نلاقي ديسكريبشن كامل، فنقول له ايه مثلا، تعال ناخد الحته دي ميك سموذير مش عارف ايه كذا 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 كذا. فلنفترض ان انت عايز تبدا انت هتبيع بلندر وعايز تعرف تكتب ايه في الويب سايت بتاعك. كوبي، وهنقول له I want you to act as a SEO اللي هو Search Engine Optimization Specialist او Expert، اللي هو بيكتب الكلام اللي الناس فعلا بتسيرش عليه عشان الويب سايت بتاعك يطلع للناس اكتر. Give me a better product description than the below كده، وتعمل بيست وتتك انتر. بدأ ان هو يدي لك برودكت ديسكريبشن احسن من اللي مكتوب و SEO اوبتمايزد. يعني لما حد يجي سيرش اونلاين على الويب سايت او على الحاجات دي، ويب سايت فيه احتماليه ان هو يطلع للناس اكتر عن اي ويب سايت تاني. دي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه اللي انت ممكن تستغل فيها تشات جي بي تي، انك تعرف ايه هي الانترست اللي انت محتاج تشتغل بيها على فيسبوك لما تيجي تعمل اعلانات. فهنفترض برضو انت بتبيع بلندر، هتقول له ايه؟ برضو I want you to act as a media buyer expert، او ان انت بتعرف تعمل اعلانات كويس، وعايز اعرف ايه هي اهم انترست عندك مفروض ان انا ابدا اشتغل بيها عشان اعمل اعلانات، عشان الفيديوهات بتاعتي تبدا تجيب سيلز، تبدا تجيب كونفرجنز. دول ابسط 3 طرق انت ممكن تستغلها في الدروب شيبينج او في الكرييشن اوف ا براند اونلاين. واهم حاجه في الموضوع انك تبقى فاهم كويس قوي ان هو باترن ريكوجنيشن. يعني مش معنى انك سالت سؤال وشفت رد جنرال قوي ان هو الموضوع كده خلاص، بالعكس. وزي ما انا هوريكم دلوقتي حالا، الفكره في طريقه سؤالك وصيغه سؤالك والفولو اب بتاع الاسئله اللي بعد كده، اللي هيبين لك بعد كده في الاخر ايه، ازاي تسال السؤال لتشات جي بي تي من اول مره ويرد عليك بالطريقه اللي انت دايما عايزها. اشوفكم الفيديو الجاي.